ده رد على كارهين مصر الوطن. ده رسالة لكل اللي أساءوا إلي إنهم اقتطعوا جزء من كلامي من بث مباشر. أنا لا أخشى شيئا، ولكن كان كلاما معكوسا لمجرد تشويه مصر وقيادتها، على إني أنا بأسيء الكلمات سواء لمصر أو قيادة مصر. الكلام اللي في الفيديو اللي جاي ده هو الكلام اللي اتقال واللي هم الأساتذة العباقرة اللي خدوه علشان يقتطعوا منه ما يسيء لمصر. لا، احنا متمسكين برئيسنا ومتمسكين بالحكومة وطالبين تعديلات وطالبين تصليح في حاجات كتيرة، ولكن متمسكين بإرادتنا مش بإرادة من يلوثوا سمعة مصر في الخارج. أنا عايز أقوله إحنا نقدر القيادة المصرية، أنقذت مصر في لحظة فارقة، وأنقذت مصر هي والقوات المسلحة والشرطة، أنقذت مصر من الضياع أن تكون مثل ليبيا أو اليمن أو سوريا. نعترف بهذا، ولكن سمحنا أو من يرى مخالفة في بعض الأمور سمح بوقت كافي للملمة الأمور، ولكن لن يدوم ولن يصبح خطا سياسيا إلى الأبد. لا، احنا عايزين نتكلم في حاجات كتير قوي. لو حوار وطني هنتكلم في حاجات كتير، واحنا حابين الرئيس، واحنا حابين انا مختلف معاك، وحابين الحكومه. اصل لو الحكومه دي مشيت هيجي حكومه ثانيه هنبقى زعلانين منها برضو، يعني هياها يعني انا ماليش في الحب والكره، يعني هي احنا حابين القياده وحابين الحكومه وحابين كل المخلصين لهذا البلد، ومن يروا ان حبهم يعبروا عنه بالشكل ده. احنا مختلفين مع الاولويات، مختلفين عن خطوات تنفيذيه، مختلفين في حاجات معينه، ومع ذلك احنا متمسكين بالرئيس ومتمسك. انا عكسك، يعني يمكن انت بتقول انا عايزين نشوف ناس غيرها،